قبل ما ابدا الفيديو انا عاوزك تعرف اني جايب لك حاجه عظمه من الاخر يا صديقي، اقسم لك بالله هتشوف ليفل عالي من العظمه، بس انا عاوزك تركز في البدايه علشان تستمتع بالحكايه. ويلا بينا نبدا. من 10 سنين فاتوا كان في جندي ماشي كده وسط مدينه متدمره، بيقابل واحد تاني اكبر منه في السن وبياخده على مكان مليان بالجثث. الواد طبعا بيترعب والفارس الاكبر منه بيقول له انت شايف كل الجثث دي؟ اللي قتلهم 7 اشخاص بس، اسمهم الخطايا السبعه، لو سمعت بوجودهم في مكان اهرب منه. وفي الوقت الحالي بقى كان في طفل كده شغال في حانه ودنيته تمام، العصير عنده حلو ولكن اكله طعمه مقرف يا صديقي. عنده خنزير كده بيعرف يتكلم شبه البشر اسمه هوك، والخنزير ده بينظف الارضيه من الاكل اللي بيقع. وهو قاعد في حانته مره بيسمع الزباين وهي بتتكلم عن الخطايا السبعه، بيقولوا انهم اشرار قتلوا الفارس المقدس بطريقه وحشيه جدا، وهم كلهم وحوش، ولكن اخطرهم هو القائد بتاعهم مليوداس. وعلم على الكلمه ديت علشان هنحتاجها كمان شويه يا صديقي. المهم الكلام كان شادد انتباه صاحب الحانه وكانه يعرفهم، بس فجاه بيدخل عليهم واحد شكله مرعوب من حاجه بره، بيقول لهم في فارس بدرع حديدي ماشي يتكلم عن الخطايا السبعه وشكله منهم، بس الناس ما بتصدقوش وبيقولوا انهم مختفيين من 10 سنين وزمانهم ماتوا اصلا. ولكن هوب فجاه باب الحانه بيتفتح، الفارس قدامهم، الناس اللي في الحانه كلهم خافوا وطلعوا يجروا براها، الا الولد ده راح على الفارس وقال له انت عاوز مين؟ لسه ما كملش الكلمه وبيلاقي واقع على الارض والقناع بتاعه بيتشال، وبيطلع لنا القمر دي شكلها تلعب ولا ايه يا صديقي؟ بياخدها صاحب الحانه وبيعالجها وبعدها بيجيب لها اكل، وكالعاده كان وحش جدا، ولكن البنت كانت بتعيط علشان اخيرا حد اكلها. بيسالها الواد ده انت بتدوري على مين وليه كنت لابسه كده؟ بتقول له انا بدور على الخطايا السبعه. ولسه هتكمل واذا بباب الحانه بيخبط، جنود من المدينه جايين علشان يقبضوا على الفارس الحديدي. صاحب الحانه بيطلع لهم وبيخلي هوك يلبس الدرع ويمثل كانه الفارس، ولكن الخدعه ما بتمشيش عليهم. لسه ما كملوش الكلام والبنت بتطلع من الحانه وبتبدا تجري على الغابه، الجنود لما بتشوفها بتجري وراها وبتبدا تلاحقها، بس هو فجاه هوك من وراهم بيضربهم واحد ورا التاني وبيوقع الاخير من على الجرف ويبعده. جامد يا هوك والله. صاحب الحانه كمان كان لاحق البنت وما خلاهاش تقع، سالها بعدها وبيقول لها انت ليه بتدوري على الخطايا السبعه؟ البنت بتقول له الفرسان المقدسين هجموا على الملك من فتره، ولو حد يعرف يقف قصاد الفرسان فهم الخطايا السبعه مش اكتر. الواد بيقول لها بس الناس بتقول عليهم اشرار وممكن يقتلوكي. البنت بتقول له استحاله يكونوا كده، ابويا دايما كان بيحكي لي عنهم وانا متاكده انهم الضحيه مش اكتر. ولسه ما كملتش الكلام وهوب واحد بالسيف بتاعه بيشق المكان اللي هم فيه وبيقعوا تحت، واتضح ان ده فارس مقدس جاي هنا علشان يتخلص من الفارس الحديدي. بس انت متخيل انهم هيموتوا وخلاص يا صديقي؟ لا والله. صاحب الحانه بيلحقهم كلهم وبينقذ الجندي اللي كان وقع قبل كده. الفارس اتصدم منه، بيبص بعد كده عليهم علشان يعرف مين الخطير فيهم، بيلاحظ الحلق بتاع البنت وبيعرف انها الاميره اليزابيث. ده يوم سعدي، اجهزي علشان هتموتي. البنت بتطلع تجري والفارس بيهجم عليها بكل قوته، بس الواد بيلحقها. اليزابيث بعدها بتقرر تسلم نفسها علشان صاحب الحانه يهرب، بس الفارس بيضربها تاني لولا ان الولد بيلحقها. البنت هنا ما قدرتش تستحمل وبدات تعيط، بتقول له انا طلعت علشان ادور على الخطايا السبعه وعمري ما خرجت في رحله قبل كده لوحدي، لبست درع كبير عليا علشان اخفي هويتي، كل الناس كانت بتعاملني وحش الا انت، بالرغم من ده كله بتحاول تحميني وانا حتى لسه ما اعرفش اسمك. الواد بيقول لها مليوداس، ده اسمي. البنت اتصدمت، مستحيل يكون بجد. الجندي اللي مليوداس كان لحقه كان فاق في الوقت ده، وبيقول اللي معاه ما تعصبوهوش، انا شفت الرمز على كتفه، ده اخطر واحد فيهم. وهوبا الفارس ضرب ضربه وهو اللي اتعور في الاخر. بيقول ازاي كده؟ انا متاكد اني ضربت بقوه. بيدقق النظر في مليوداس وبيعرف حقيقته، بيقول ازاي كده؟ انت شكلك ما اتغيرش من 10 سنين. مليوداس قال له اخيرا عرفتني، وهوب ضربه ضربه كسرت عظمه وطيرته في السماء. اللي بعده يا هناه يا سعده، خطية الغضب مليوداس قائد الخطايا السبعة تم التأكيد بوجوده. وتاني يوم بقى بتكون اليزابيث فرحانة جدا علشان اخيرا لقت حد من الخطايا السبعة، بتفتكر الماضي بتاعها لما الحراس هجموا على الملك علشان يحبسوه، بتفتكر كمان الملك وهو بيقول لها تهرب وتدور على الخطايا علشان هم اللي هيقدروا يلحقوا المملكة، وكانت في قمة الحزن وقتها. بس بعدها مليوداس بينده لها، بيجيب لها هدوم جديدة وبيخليها تلبسها، بياخدها بعدها على مدينة برنيا واللي فيها افضل الاعشاب لعمل العصير، وطبعا الاعشاب ديت بتنمو على اطفاف الانهار المليئه بالماء العذب. بيروحوا فعلا هناك ولكن الانهار بتكون جافه نهائي، مفيش فيها قطره ميه واحده. بيشوفوا هناك كده ناس متجمعه وبيروحوا عليهم، وبيعرفوا ان في فارس مقدس حط السيف بتاعه في المدينه علشان العصير بتاعهم ما عجبهوش، ونتيجه لكده السيف ده بيمنع تدفق اي مياه في الانهار او اي حاجه. كل المدنيين في الوقت ده كانوا متجمعين علشان يرفعوا السيف بس محدش قادر يحركه. بس في اللحظه
اللحظة ديت ولد صغير كده بيدخل عليهم واسمه ميدو بالمناسبة، والظاهر انه كان سبب المشكلة مع الفارس، وده اللي خلى اهل القرية كلهم متعصبين منه وبدأوا يضربوه بالحجارة. ولكن مليوداس بياخد الواد بعيد وبيدخله الحانة. اليزابيث في الوقت ده هي كمان بتقف مع العمدة وبتسأله عن اللي حصل. وفي الوقت ده كان مليوداس عمل اكل الميدو وبيسأله هو ليه اهل القرية عملوا كده، وبيعرف ان لما الفارس قال على عصير القرية وحش ميدو اتعصب منه وحط له حشرة جوه العصير بتاعه، ونتيجة لافعاله الفارس عمل اللي عمله. مليوداس فهم الوضع وقال له تمام. اليزابيث بتيجي هي كمان بعدها وبتخليه يحكي لها على حكايته. ميدو بيقول لها انا كنت عايش حياتي مع ابويا وامي وكنت فرحان جدا، بس بسبب هجوم احد الوحوش علينا ابويا وامي ماتوا. اهل القرية هنا ربوني وعملوني كاني واحد منهم، ما اثروش معايا في اي حاجة، بس كنت دايما بحس بالوحدة واني مش جزء من اي عيلة، وعلشان كده كنت بحب اكذب او الفت الانتباه باي حاجة علشان بس اي حد يعبرني. مليوداس بيقول له علشان كده حطيت الحشرة في عصير الفارس. ميدو قال له استحالة، العصير ده اهل القرية كلهم تعبوا وهم بيعملوه، ولما لقيت الفارس بيشتم مجهودهم والعصير بتاعهم اتعصبت وعملت كده. مليوداس بيتأثر من كلامه، ولكن فجأة بيسمعوا صوت جاي من جوه القرية، وبيطلع ان الفارس المقدس بعت لهم 2 من جنوده علشان يهددوهم لو السيف ما طلعش في حدود المغرب الضرايب اللي على المدينة هتزيد او هيقتلوهم كلهم. اهل المدينة كلهم كانوا متعصبين ومش عارفين يعملوا حاجة، ولكن مرة واحدة ميدو بيمسك السيف وبيحاول يرفعه. اهل المدينة بتتأثر بعزيمته وبيروحوا يرفعوا السيف معاه. الجنود ولاد الرخمة دول كانوا قاعدين يضحكوا على اهل القرية اللي مش قادرين يعملوا حاجة. بس انت متخيل ان مليوداس هيسكت بعد كل ده يا صديقي؟ لا والله، مليوداس بيتقدم زي الاسد وبيشيل السيف بايد واحدة. اهل القرية كلهم اتصدموا من اللي حصل. الانهار رجعت تاني والكل بقى في قمة السعادة. بالليل بقى الكل بيروح علشان يحتفلوا ويشربوا عصير من القرية، بس الفارس ده جنوده بتجيله وبتقول له على اللي حصل وان في شخص قدر يطلع السيف بتاعك وشكله عيل صغير. الفارس بيقول لهم تمام وبياخد رمحه وبيطلع بيه على بره. وبالمناسبة الفارس ده اسمه غل. بيقول للي جنبه قول لي على المسافة واتجاه القرية بتاعتهم بالظبط. بيقول له فعلا، وغل بيقول له تمام وبيحدف الرمح بكل قوته. مليوداس بيحس بالرمح وهو داخل عليهم، بيطلع علشان يستناه بره. اليزابيث هي كمان بتكون بره، بتكون حاسه انها تقيله على مليوداس ومش عارفه تساعده باي حاجه، بس الواد بيقول لها ما تقلقيش كله تمام واهم حاجه صحتك، وكان مشغول في الرمح اصلا. اليزابيث لسه هتفرح وبتلاقيه بيمسك الرمح بكل قوته. الرمح بياخده وبيرجع لورا وبيكسر كذا بيت في طريقه، ولكن مليوداس بيلف جسمه وبيقدر يمسكه، بيجمع كل قوته وهوب بيرجع الرمح للفارس تاني. الفارس بيحس بيه، ولكن ده مليوداس يابا هد المكان بتاعه وجرحه في وشه. غيل بعدها بيتاكد ان ده هو فعلا قائد الخطايا وبيستعد بعد كده للهجوم عليه وقتله، بس مليوداس بيقرر بعدها انه يمشي من القريه علشان اهلها ما يتعرضوش للاذى بسببه. بيحدد وجهته على غابه الاحلام، واللي شاكك ان في حد هناك من الخطايا وشكلها هتولع يا صديقي. تاني يوم بقى غيل بيروح على القرية علشان يقتل مليوداس، ولكن ما بيكونش هناك. بيسأل الناس اللي في القرية وبيعرف ان هو راح ناحية غابة الأحلام، فبيقرر يروح وراه ويخلص عليه. وفي الوقت ده مليوداس وإليزابيث وهوك بيكونوا وصلوا على الغابة. الغابة بتكون مليانة ضباب ومش عارفين هما ماشيين فين أصلا. بعد شوية بيسمعوا صوت حد بيكلمهم وبيقول لهم يطلعوا بره الغابة. لسه ما لحقوش يسمعوا بيلاقي خنازير كتيرة من هوك جنبه. الكل بيتصدم، بس مليوداس بيخلص عليهم في لمح البصر وبيضرب هوك معاهم. بيطلع اشكال تانية من اليزابيث وبتحاول تخوفهم، بس مليوداس بيتعرف عليهم وبيضربهم كلهم في ثواني. وما تسألنيش هو عارف الحقيقية ازاي يا صديقي. المهم الوحوش بترجع لشكلها الحقيقي وبتطلع تجري على بنت نايمة في الغابة، بتقول لها الحقي في فارس مقدس قدر يهزمنا. البنت بتصحى وبتتعصب، بتمسك مليوداس وبتكون خلاص هتقتله، ولكن بعدها بتتعرف عليه وبتاخده في حضنها، وبتطلع عضو هي كمان في الخطايا السبعة، خطيئة الثعبان ديانا. ولكن شكلها بتحب القائد شوية او شويتين يا صديقي، وبتنزل في ضرب بعد ما بتعرف انه بيسافر مع اليزابيث لوحده. ولكن وفجأة بيقطع كلامهم رعد من السماء، بينزل قدامهم وبيقيدهم كلهم، مفيش حد فيهم عارف يتحرك. ايوه يا صديقي، غيل وصل علشان يخلص على الخطايا، بيدخل عليهم بكل شجاعة وبيقول لهم اجهزوا علشان هتموتوا. اليزابيث بتتعرف على غيل وبتبدأ تقنعه ما يقتلش مليوداس، بس ده مش شايف غير الانتقام مش اكتر. وبيطلع ان غل ده ابن الفارس المقدس زرتار اللي الخطايا السبعة متهمين بقتله اصلا. غل بيقول لي اليزابيث تمشي من هنا، انا مش عاوز اقتلك معاهم. بيفك اللي عليها، ولكن البنت ما بتمشيش
بتمشي وبتروح تدافع عنهم. بيلاقي هوك تحته كده بيتلوى من الوجع فبيشوطه برجله بعيد عنه، واليزابيث بتروح علشان تلحقه وبتبدا بعدها المعجنه. مليودس بيفك الكهرباء اللي عليه وبيقول لديانا ما تتدخليش في القتال. بيبدا الاتنين في هجوم من نار على بعض. غل بيكون متفوق وبيضرب مليودس بكل سهوله. مليودس بيحاول يفادي الضربات بس الواد سريع جدا ومش ملاحق على تحركاته. مليودس بيقع على الارض وبيجي علشان يقوم تاني. بيسمع غل من وراه بيقول له انا دلوقتي اقوى من الخطايا السبعه كلهم، وبيديله واحده بتوقعه على الارض غرقان في دمه. مليودس شكله في لحظاته الاخيره يا صديقي. بيسال غل على مكان باقي الخطايا وبيقول له على مكان 2 منهم، مفكر انه كده بيحقق له امنيته الاخيره قبل ما يموت يعني. بس انت متخيل ان مليودس هيخسر او هيموت يا صديقي؟ لا والله، مليودس بيقوم ولا كأن في حاجه حصلت له وبيقول له انا كده خدت اللي انا عاوزه، يلا يا عم سلام. غل بعدها بيتعصب وبيبدا يهجم على مليودس بكل قوته. الواد بيفادي هجماته بكل براعه وبيفضل يجرجر فيه لحد لما ديانا بتمسكه، بتقول له القائد بيقول لك سلام وبتحدفه بعيد. وفعلا مليودس كان بيديله التحيه. بترجع اليزابيث وهوك عليهم وبيكونوا فرحانين انهم اخيرا خلصوا من الفارس ده. بيقرروا بعدها يكملوا رحلتهم ويرجعوا 2 من الخطايا، بان وكينج. اليزابيث بتقول لمليودس انت مصاب بجروح خطيره لازم نعالجك الاول، بس مليودس بيقول لها ما تقلقيش كله تحت السيطره. بيدخل على اوضته علشان يرتاح واليزابيث بتكون قلقانه جدا عليه. بتروح بعدها وراه علشان تغير له هدومه، ولكن اول ما بتدخل بتلاقيه واقع على الارض مغمى عليه قدامها. البنت بتترعب جدا وما بتكونش عارفه تعمل ايه. ومن ناحيه تانية بقى في سجن باستا كان الحراس هناك عرفوا ان الخطايا جايين عليهم علشان يحرروا تالتهم او العضو الثالث من الخطايا. جمعوا اكبر عدد من الفرسان المقدسين وجهزوا علشان يقتلوهم. ومن جانب تاني ديانا بتكون شايله مليودس وبتدور على اي دكتور علشان يعالجه، بس للاسف كل اللي بيشوفها بيخاف من حجمها وبيطلع يجري. اليزابيث وهوك بيطلبوا منها تقعد مكانها وهم هيجيبوا الدكتور لحد هنا. ديانا بتضطر انها توافق وبتقتنع بكلامهم. واحده من الفرسان المقدسين كانت بتراقبهم وبتقرر تهجم عليهم في الوقت ده. اليزابيث بتجيب الدكتور فعلا وبيبدا يدي العلاج لمليودس. البنت كانت حزينه جدا عليه وبتحاول تعالجه باي طريقه. ديانا هي كمان بتكون قاعده ومش عارفه تعمل حاجه. بتقرر تروح لسجن باستا وتحرر بان لوحدها. اليزابيث بتجري عليها علشان تمنعها، بس ديانا بتقول لها ارجعي انت وخدي بالك من القائد، انت صغيره وهتعرفي تدخلي البيت بكل سهوله، انما انا مستحيل اقدر اعمل كده. ديانا بعدها بتعيط اكتر وبتقول لإليزابيث انا كنت ماشيه في مره شويه من البشر اتجمعوا عليا علشان يضربوني، كنت متعصبه منهم وهضربهم، بس مليودس اتدخل وضربهم هو بدالي. سالني بعدها اذا كنت خايفه منهم ولا لا. اتصدمت منه علشان دي كانت اول مره احس ان في حد خايف عليا. انا عارفه ان مشاعري مستحيله، بس انا كل اللي اقدر اعمله دلوقتي اني اقاتل علشانه. ارجعي انت بقى وخدي بالك منه. وكانت بتقول يا ريتني ابقى صغيره في بالها. ولسه هتمشي يا صديقي وبتلاقي عاصفه من الحشرات داخله على المدينه. الكل بيترعب وشكل الفرسان بداوا في الهجوم عليهم. اليزابيث وهوك بيروحوا يستخبوا منهم وديانا بتكون خايفه من الحشرات جدا. بس انت متخيل انهم هيستسلموا يا صديقي؟ لا والله، ديانا بتجمع قوتها وبتضرب ضربه بتخلص على كل الحشرات مره واحده. جامده يا بنت والله. اليزابيث بتقرر ترجع على مليودس بعدها وديانا بتتجه الى السجن لوحدها وشكلها هتولع ولا ايه يا صديقي؟ اليزابيث كانت واقفه كده عند مليودس وبتشوف ماله. الدكتور بيقول لها هو مش هيقوم، هو مات دلوقتي. البنت ما بتكونش فاهمه وبتقول له مات ازاي؟ هو انت مش كنت بتعالجه؟ الدكتور قال لها انا اديته سم ممزوج بسم تاني علشان يقتله. البنت اتصدمت مش قادره تتكلم. بتسمع صوت بعدها بيكلم الدكتور وبيقول له عاش عليك وفرت علينا عناء مقاتلته. اليزابيث بتقول له انت مين؟ فبيطلع لها من جنبها وده فارس مقدس جاي يقتلهم. وفي نفس الوقت ده كان الحراس اللي واقفين على الزنزانه بيتكلموا عن الخطايا اللي جايين يحرروا السجين ده. بيسمعهم وهم بيتكلموا بيكسر الحاجز برجل واحده. بيقول لهم سمعتكم بتتكلموا عن موضوع مهم، فقلت اتمشى شويه. الحراس بتتصدم وما بتكونش مصدقه انه بيتحرك اصلا. وواحده من الحراس بتسمع الدوشه وبتدخل عليهم بكل شجاعه. بتقول له الحراس بلغوا الفرسان بالاتي، في سجين قاوم فاضطرت جيريكو انها تقتله. انت ايه الثقه ديت يا بنتي؟ الحراس قالوا لها تمام وراحوا على الفرسان. البنت بتهجم على السجين بكل قوتها وهوب مره واحده بيفادي كل ضرباتها وبيخليها تقص له شعره. بيقول لها عاش عليك والله، تنفعي حلاقه برضه يا ابن اللعيبه. وبالمناسبه يا صديقي ده العضو الثالث من الخطايا، خطيئه الثعلب بان.
ومن جانب تاني كان الفارس المقدس عند إليزابيث بيحاول يسرق سيف مليودس، حط ايده عليه ولكن مليودس مش راضي يسيبه. بعدها بيظهر فلاش باك لمليودس هو وبان قبل كده لما حاول انه ياخد السيف بتاع القائد بالعافيه، فتعصب منه وعمل له الجرح ده في وشه. وشكل السيف ده مهم جدا بالنسبه له يا صديقي. نرجع بقى للحاضر لما الفارس المقدس اخده منه بالعافيه، لسه ملحقش يفرح بيلاقي مليودس واقف وماسكه منه. الفارس اتصدم، حاول ياخده تاني ولكن هوب هالة شيطانيه تحيط بمليودس والمكان كله. عينين الواد اتغيرت وخلت الفارس يترعب وطلع يجري منه. اليزابيث كانت قلقانه من اللي بيحصل وسالته اذا كان هو مليودس اللي عارفينه ولا لا، فقال لها ما تقلقيش انا زي ما انا. وهو بقى في قمه السعاده. بيسالها بعد كده على اللي بيحصل هنا وبتبدا تحكي له على كل حاجه، عرفته بكل اللي بيحصل وان ديانا راحت علشان تحرر بان لوحدها. مليودس قال لها تمام وطلعوا يلحقوا الفارس، وباستخدام انف هوك الخارق قدروا يحددوا مكانه بسهوله. جهزوا علشان المواجهه. مليودس قال له انت هتقول لي مين اللي بعتك عشان تسرق السيف ولا اقتلك دلوقتي؟ الفارس اتصدم، رافع ايده مستسلم لمليودس. لسه هيستسلم وبيلاقي مليودس بيصد الخنجرين بتوعه، واللي اتضح ان الفارس ده رماهم وقت ما رفع ايده علشان يعمل نفسه مستسلم. ده شكله مش سهل وغدار يا صديقي. الدكتور هو كمان بيجي في الوقت ده وبيقول للفارس انا سممت الولد زي ما قلت لي، ارجوك بقى حرر بنتي وما تاذيهاش. ولكن لسه ما كملش واذا بالفارس اختفى من مكانه وبقى وراه. شق جسمه وبيقول للطبيب بعدها هخلي بنتك تحصلك قريب ما تقلقش. ميلودس بدا يقلق واخد اليزابيث وطلعوا علشان يجروا. الفارس كان كل شويه بيختفي وبيظهر لهم من مكان تاني ومحدش عارف ايه اللي بيحصل. هوك وهو ماشي كان بيقول لميلودس مع انه بيختفي لسه ريحته موجوده، وده معناه ان هو ما بينتقلش بشكل اني، ده مجرد بيختفي. وعلشان كده ميلودس بياخد هوك واليزابيث على بيت مهجور كده. بيستنوا الفارس هناك وميلودس بيعمل فخ قدام الباب بيستناه يجي، وفعلا الفارس بيظهر من وراه لسه هيضربه وهوبا بيقع في الفخ اللي عمله. يا ابن اللعيبه. ميلودس بيقول له قدرتك هي الاختفاء صح، وده معناه انك ما تعرفش تدخل غير من الباب بس، وانت كده خسرت يا معلم. انا هاخد راحتي بقى وانا بضربك علشان اليزابيث مش جنبي. ميلودس ضربه ضربه طلعته بره المكان كله. راح بعدها عليه علشان يساله مين اللي بعته، ولكن اليزابيث بتشد انتباهه فالفارس بيهرب. بعدها اليزابيث بتكون حزينه جدا وبتروح على الدكتور اللي خلاص في لحظاته الاخيره. الدكتور بيترجى اليزابيث انها تساعد بنته وفعلا بتوافق. بعدها اليزابيث بدات تعيط جامد، بتقول كل ده بسببي، لو انا ما كنتش جيت هنا ما كانش حصل كده ولا حد مات. انا حاسه اني عباره عن النحس كل لما اروح في مكان حد يتاذى بسببي. وقتها ميلودس بيتعصب منها ويقول لها انا مش شايف انك نحس ولا حاجه، انا شايف ان كل اللي بيحصل ده ضروري لتحقيق الغايه النهائيه واللي هي اننا نلحق الملك وننقذ شعبه. انا وافقت اساعدك علشان عزيمتك اللي شفتها قبل كده، وهساعدك حتى لو ده معناه موتك. عزيمه قائد الخطايا غير يا جدعان. اليزابيث اتصدمت من الكلام وعرفت انها غلطت لما قالت كده، اعتذرت منه وبعدين بيكملوا رحلتهم. ولكن شكل الفرسان عارفين طريقهم وبيجهزوا لهم ترحيب من نار يا صديقي. بيطلعوا اخيرا من المدينه علشان يروحوا على سجن بان، ولكن هوب ديانا بتقف قدامهم وشكلها كانت هتقتله، بس ميلودس بيندهلها فبترجع لوعيها تاني. لسه هيكلموها وبتسمع صوت جرس كده وبتدخل في حاله هيجان تاني. بتبدا تضرب في القائد وفي كل اللي قدامها، واتضح ان في فارس بيدخلها في وهم وبيخليها تفكر ميلودس عدو ليها ولازم تقتله. الواد بياخد اليزابيث وهوك وبيجروا علشان يستخبوا ويشوفوا حل للي بيحصل ده، ولكن ديانا وراك ومش هتسيبك. بيقابلوا اتنين من رعاة الغنم وهما بيجروا فبياخدوهم معاهم. اليزابيث بتبدا تعتني بالاتنين دول وميلودس بيطلع علشان يهدي ديانا، ولكن هو فجاه الجرس بيرن تاني وميلودس بيدخل في مجاله الوهمي. بيفتكر ديانا عدو ليه وبيبدا هو كمان يهاجمها. في نفس الاثناء كان بان مسك جيركو وعمل منها بطاطس محمره، سابها في نص الجنود بهدومها الداخليه وبعدين بدا يتمشى في السجن كله. انت ايه العظمه دي يا ابني؟ وهو ماشي بيشوف واحد من الفرسان وبيهجم عليه، واتضح ان ده هو اللي كان حابس بان قبل كده من 10 سنين. بيمسك حديده كده وبيرشقها في صدر بان وشكلها دي النهايه ولا يا صديقي؟ لسه الفارس هيضحك وبيلاقي بان بيضحك له وبيقول له عاش عليك والله. نرجع بقى للقتال تاني ما بين ميلودس وديانا واللي كان مشتعل ما بينهم. الاتنين مش عارفين ان هم تحت السيطره وبيقتلوا بكل قوتهم، بس في وقتها اليزابيث بتنده عليهم وتفوقهم. الاتنين بيتصدموا من مكانهم وفين الفارس اللي كانوا بيواجهوه من شويه. لسه ما لحقوش يفوقوا والجرس بيرن تاني. بيرجعوا للهجوم على بعض من تاني. الولد الصغير ده بيترعب وبيرجع يستخبى في اللي معاه، وواحده كمان من الفرسان بتظهر وبتجهز عاصفه من الحشرات علشان تقتلهم. الولد الصغير بيدخل فيها وبيكون خلاص هيموت قدامهم، ولكن اليزابيث بتضحي بجسمها وبتدخل وسط الحشرات تدافع عنه منهم.
اخلاق وعزيمه جامده والله. الولد الصغير بيبص لها بعدها بصة احتكار كده وبيقول لها عاش عليك والله، ضحيتي بنفسك علشان تلحقي عيل صغير، بس للاسف تضحيتك راحت على الفاضي. وبيطلع ان ده الفارس المقدس اللي خلاهم يدخلوا في الوهم ده اصلا. يا ابن الخبيثه، اليزابيث بتتحايل عليه يرجعهم لطبيعتهم، ولكن الواد بيضربها من غير رحمه. بتقوم تاني ولكن برضه بيضربها تاني. بيقول لها الفارس كمكافاه ليكي على تحملك الضرب ده عرفك ايه اللي بيدخلهم في الوهم. لسه هيقول لها الجرس ده وما بيلاقيهوش معاه. اليزابيث كانت عارفه واخدته وهي بتنضرب اصلا. الفارس بيتعصب منها جامد وبيكون خلاص هيضربها، بس مليودس بيمسك ايده بيزقه بعيد عنهم كده وبيروح على البنت وبيقول لها انا خلاص قبلت بعزيمتك وهساعدك بكل قوتي. الفارس بيستغل الفرصه وبيضرب مليودس بكل قوته وبيبعده عنه. بس انت متخيل ان مليودس هيسكت له بعد ما ضرب اليزابيث يا صديقي؟ لا والله، هوب بوكس بيخليه يطير في السماء. الفارس بيقف والبوكس التاني بيكسر بيه جدار السجن. بعدها وقف تالت بس التالتة ثابتة يا صديقي. الفارس خلص بضربة واحدة. مليودس بعد ما ضربه قال له ده جزاك علشان انت ضربت حد عزيز عليا. الله على الجمال يا ابني. اما الفارسة بتاعت الحشرات فديانا كانت قامت معاها بالواجب، والجنود بعد ما شافت الفارس بينضرب اترعبت وكلهم طلعوا يجروا من السجن وهربوا. اما اليزابيث فكانت تعبانة جدا من كمية الجروح اللي فيها ومش قادرة تتحرك. بتروح عليها ديانا وبتقرر توديها على المدينة تتعالج الاول، ولكن اليزابيث ما بترضاش وبتقرر تكمل معاهم الطريق للاخر. ديانا بتوافق على عزيمتها وبتحطها في شنطتها معاها. بعدها بيسالوا الراجل اللي واقف عن مكان كل من بنت الطبيب وبان، بيقول لهم على المكان فعلا وبعدين بيروحوا. اول ما بيدخلوا جوه السجن الفارس ده بيعمل عليهم تعويذه تحبسهم جوه السجن الى ابد الابدين، وبيقول مستحيل اي حد يقدر يطلع من هنا حتى لو كانت عشيره تنانين هايجه. وفي الوقت ده كانت ديانا عرفت مكان بنت الطبيب وراحت علشان تنقذها. البنت كانت مرعوبه جدا منها ولكن في الاخر اغمى عليها. اخدتها ديانا وحطتها في الشنطه بتاعتها جنب اليزابيث، ولكن هم واقفين كده بيسمعوا صوت وراهم. بيبصوا واذا به بان خطيه الثعلب، وبنعرف ان بان كان قدر يهزم الفارس وشال الحديده وحطها في صدره. يا ابن اللعيبه. المهم بعد ما مليودس بيشوف بان بيبدا الاتنين في الترحيب ببعض، وكان هزارهم تقيل حبتين يا صديقي، او تقيل خالص. حرفيا السجن والحاجز بتاع الفرسان ما قدرش يستحمل وتهد من قوه هزارهم. ده الجمدان ده يا جدعان. الفرسان طبعا وحراس السجن بعد ما شافوا قوتهم خلعوا من المكان كله. بعدها بيرجعوا على المدينه والمفاجاه ان الطبيب بيطلع عايش وما ماتش زي ما هم فاكرين. بيسالوا مليودس عن اللي حصل بس الطبيب بيقول له انا ما عنديش ادنى فكره انا خفيت ازاي. بعدها بيعزمهم الطبيب على وليمه بمناسبه انهم رجعوا له بنته، فبيوافقوا. اليزابيث في الوقت ده كانت اتعالجت ونايمه علشان ترتاح وتحضر الوليمه بالليل. بس بعد ما عرفتها ديانا بان الطبيب بقى كويس كانت فرحانه جدا وعيطت من الفرحه. بالليل بقى بيعرفهم القائد على بان والكل بيرحب بيه. بيتصدم شويه من هوك علشان لقى خنزير بيتكلم، ولكن مع الوقت بينسجموا والكل بعدها بقى في قمه السعاده. ولكن في اللحظات ديت بتتقاطع الشوب في السماء، وبيفتكر الدكتور في الوقت ده مقوله بريطانيه قديمه: حينما تتقاطع الشوب في السماء فهناك نذير حرب على الابواب. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده في حكايه الخطايا؟ ويا ترى السبعه هيتجمعوا تاني ولا لا؟ استنونا في الاجزاء اللي جايه من حكايه مليودس. ويلا يا عم، سلام سلام سلام.